السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة سعد الحجر. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات أدوبي إليستريتور. النهاردة إن شاء الله هناخد الأشكال. طبعا الأشكال ديت هي اللي بيتكون منها أي رسمة أنت بترسمها أو أي لوجو أنت بترسمه. مع إنها بسيطة، أشكال بسيطة جدا، فأنت بتقدر من خلالها إن أنت تشكل لوجوهات أو بتشكل أشكال معينة. لو جينا هنا كده وضغطنا كليك يمين هتبدأ تبان قدامنا الأشكال بتاعتنا الخاصة بالرسم. دي الأشكال الأساسية بتاعت برنامج أدوبي إليستريتور. بدل ما أضغط كده وأطول، لا، أنا بعمل كليك يمين كده، بتيجي كليك يمين بتروح. يبقى كليك يمين جابتها لي اهيت. في هنا جنبي هنا في سهم بالشكل ده كده، أضغط على السهم ده وأبدأ أطيرها جنبي كده، أبدأ أشتغل منها بسرعة بدل ما كل مرة أضغط وأفتح وأضغط وأقفل كده. في ملحوظة برضو أحب أقولها لكم برضو. لو جينا تحت هنا في هنا 3 نقط، أي أداة ضايعة منك من هنا، أي أداة مش لاقيها هنا خالص، هتضغط هنا كده تبدأ إن أنت تلاقيها، تدور عليها كده هتلاقيها. مثلا لو جينا مثلا على الأداة ديت اللي هي أداة الفلير تول، هضغط عليها كده، أسحبها كده وأحطها في الأشكال. ضغطت بره كده كليك يمين، هبص ألاقيها دخلت هنا فلير تول، دخلت في الأشكال. طب أنا عايز أشيلها من الأشكال، هضغط هنا تاني وأبدأ أسحبها كده واشوف مكانها فين. هنا تمام، اسيبها هنا كده، كليك يمين هنا كده، هاجي الاقيها مش موجوده في الاشكال. وعلى هذا المنوال انت بتقدر تتحكم في الادوات بتاعتك اللي انت شغال بيها حسب شغلك. اول اداه من الادوات هي اداه الريكتانجل او حرف الام من لوحه المفاتيح. لو ضغطنا كده عليها وجينا نرسم، ضغطنا وسحبنا بالشكل ده كده، تبدا ترسم مستطيل او شكل مربع حسب ما انت عايز. لو ضغطنا شيفت وبدأنا نسحب، هتبقى نسبة وتناسب من بداية الرسم، يعني من المكان النقطة اللي انت بدأت منها هنا كده وتسحب للاتجاه بتاعك، يبدأ يكبر نسبة وتناسب. انا لو ضغطت الت يبدأ يكبر من السنتر، النقطة الزرقاء اللي في الوسط دي، الت وشيفت هيبدأ يكبر معاك نسبة وتناسب من السنتر. لو شلت ايدك من على الالت وسبت ايدك على الشيفت هتبدأ تكبر من مكان ما انت ضغطت. اول ما ضغطت بتبدأ تسحب، يجيلك في الاتجاه اللي انت ماشي فيه. لو بدأت تضغط كده شوف هتروح هنا برضو النقطة ثابتة اللي انت بدأت منها، نقطة ثابتة. هنعمل ديليت من لوحة المفاتيح. انا عايز اعمل ارضية خاصة واخدة لون الارت بورد ده. لو ضغطنا ضغطة واحدة كده هنا كده هيبدأ يطلع لي المربع ده. اي شكل من الاشكال دي لو بدأت اضغط هنا ضغطة واحدة هيطلع لي مربع زي ده كده. بس كل حاجة لها الأدوات بتاعتها أو لها الإعدادات بتاعتها. طبعا احنا عندنا المربع، تبدأ أنت تحط المقاسات بتاعتك. يعني عندنا مثلا الملف بتاعنا أو الأرت بورد ده مقاسه مقاس الإي 4، مقاس الإي 4 297 مللي ب 210 مللي. لو قلت أوكي يبدأ يجيب لك الريكتانجل بتاعك. هنا طبعا لو بصينا هنا هنلاقي الاستروك أسود، هنشيل الاستروك. لو ضغطنا هنا نن ونيجي على الفل نخليه مثلا اخضر مثلا، هاجي على حرف الفي واضغط حرف الفي وابدا احط بقى ايه المربع بتاعي على مساحه الارت بورد كده. هي ليه جت هنا في المنطقه دي؟ يعني لما ضغطت هنا، لما جيت مثلا بالريكتانجل ده وجيت ضغطت ضغطه هنا وقلت اوكي، بدات تجيني من النقطه دي لان انا قلت انا ضغطت هنا. انا لو ضغطت هنا في المنطقه دي كده هريح نفسي بقى خالص. اجي هنا في الكورنر ده واضغط ضغطه واحده اقول اوكي، هتيجي على المساحه كلها. ليه؟ لان انت بدات من اول الارت بورد، فهو نهاها لك بنفس المقاس على اخر الارت بورد. انا طبعا ده هرسم فوقه، فانا لازم ده ما يتحركش عشان اعرف ارسم كويس. اعمل ايه؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، كنترول 2 بتثبتها خلاص، اهي ما بتتحركش معاك. وابدا ارسم الدوائر بتاعتي والمربعات بتاعتي والاشكال بتاعتي وابدا اعمل التصميم بتاعي. عايز اشيل القفل اللي انا قافله، لان لو بصيت هنا في قائمه لاير اجي هنا الاقي القفل، ممكن اضغط هنا اشيله وممكن ارجعه تاني، وممكن بالاختصار الت كنترول 2 هيبدا يتحرك معايا بالشكل ده، وابدا اغير اللون بتاعه. انا مثلا عايز اللون بتاعه يكون اسود، واجي هنا كده اضغط على الاسود واجي اعمل كنترول 2، يبقى خلاص كده ايه اقدر اتعامل عليه. نبدأ بالمربع. اجي هنا اعمل له مثلا ستروك اصفر وازوده شويه كده 5 ولا 6، وابدا اسحب وارسم بالشيفت زي ما قلنا بتديلك بالشكل ده، من غير شيفت بتديلك بالشكل ده. طيب هنعمل واحده بالشيفت كده، ببدا انا بالسلكشن تول ابدا كده احركه في اي مكان. لما اجي مثلا، وانا ضغطت حرف الام على طول بدل ما اروح كده للايقونه، ضغطت وانا ضاغط كده وبعمل الشكل بتاعي، عايز انقله من المكان ده، يعني مش عايزه يبدا يتحط في الحته دي،
عايز احطه في مكان تاني، بضغط على المسطره وابدا احركه في اي حته تانية. لو شلت ايدي من على المسطره خلاص هيبدا هو يشتغل عليه. عندنا هنا في الاركان هنا لو كبرنا شويه كده، المربعات دي لو جينا عندها كده هتبدا يديلك شكل السهم باتجاهين، اتجاه سهم يمين وسهم شمال كده. لو ضغطت عليه وسحبت هتبدا تكبر، تبدا تصغر. مع الشيفت نسبة وتناسب، مع الالت شيفت برضو نسبة وتناسب من السنتر، مع الشيفت من اتجاه واحد تقدر تكبر وتقدر تصغر. احنا من جوه هنا عمل لي خط مستقيم فيه سهمين من الجنبين، لما نيجي لبره شوية كده بيعمل لي كيرف فيه سهمين برضو. طب الكيرف ده ليه؟ عشان اقدر اعمل روتيت للشكل بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه. طيب تمام، انا اقدر كده اعمل روتيت. تمام، طب انا عايز الروتيت ده مظبوط، باجي على الشيفت اضغط على الشيفت وابدا هنا جات لي زيرو اهيت كده 45 45 90 كذا كذا، تبدا ان هو يعدل لك في الشكل بالزاويه 45 درجه. في عندي برضو جوه هنا في الاركان دي 4 دوائر. ال4 دوائر دول اقدر من خلالهم ان انا اسحب كده اخلي الاركان كيرف، ابدا ادور كده لغايه ما توصل معايا الدايره. عايز ارجعها تمام، عايز اعملها. طيب انا عايز اشتغل من جنب واحد، يعني انا لو ضغطت مثلا ضغط عايز اخلي الجنب ده بس هو اللي كيرف، لو اجي هنا كده واضغط ضغطه واحده على النقطه دي تبدا تتحول لي النقطه دي في دايره بيضه وجواها نقطه زرقاء. دي دايره كده بقت بيضه، دايره بيضه بس ليه؟ لان انا ضغطت عليها. لو بدات اسحب منها كده هتبدا تعمل لي الكيرف بتاعي اللي انا عايزه بالشكل ده. طب انا لو عايز الجنبين دول بس هما اللي يعملوا، اضغط هنا وبالشيفت ابدا اضغط هنا كده كمان، يبقى انا محدد النقطتين دول، اسحب من اي نقطه فيهم تبدا تعمل لي الشكل اللي انت شايفه ده. يبقى المربع تقدر تعمل منه اشكال كتير. اول شكل احنا قلنا ممكن نضغط كده ونسحب كده تعمل لي مربع كيرفاته كلها ال4 دائريين. وممكن تضغط هنا ضغطه واحده وتبدا تعمل جنب واحد بالشكل ده هو اللي دائري او هو اللي كيرف. ولو خدنا ضغطنا الت وسحبنا كده وسيبنا كده عملنا نسخه، ابدا من النقط دي ارجعها كلها كده، اسحب لورا كده ترجع معايا مربع مظبوط. عايز اعمل شكل تاني، باجي بالروتيت مثلا وابدا كده ازق كده 45 درجه بقى الشكل معايا بالشكل ده كده. اجي على ال3 نقط دول اضغط هنا ضغطه الاول واحدد بالشيفت النقطه دي وبالشيفت برضو النقطه دي، بقى معايا اللي متحدد معايا ال3 نقط دول. ممكن اسحب كده واعمل الشكل ده، اعمل الشكل ده حسب ما انا عايز. ممكن اجي كده واعمل الشكل تمام كده. اخدت المربع تاني الت وسحبت كده وجيت من هنا كده وقمت ساحب كده، خلاص بقى مربع معايا. لو جيت كده وسحبت تمام وضغطت الت وجيت على اي نقطة من دول كده وضغطت كده ضغطة واحدة هيبدأ يعمل لي كيرفات لجوه. طب لو ضغطت ضغطة كمان على الت وضغطت ضغطة بالماوس كده هتعمل لي شكل سداسي او تعمل لي بوليجون. طب لو جيت تاني بالالت وضغطت رجعت لي الكيرف اللي احنا كنا عاملينه في الاول هنا. يبقى اضغط الت كمان واضغط كده هتديني الشكل اللي انت شايفه ده. ولو سحبنا كده واحده الت مع الت وسيبنا وضغطنا واحنا ضاغطين على الالت لسه نضغط كمان ضغطه تديني الشكل الثماني ده. كل الاشكال دي معموله من حاجه واحده اللي هي الريكتانجل او المربع. يبقى انت من خلال المجموعه الاشكال دي تقدر تعمل اي شكل انت تتخيله. رغم بساطة الاشكال لكن هي اشكال رهيبة جدا تقدر تعمل بيها حاجات كتير جدا. الشكل اللي بعد كده اللي هو طبعا انا ضغطت على المسطرة او السبيس عشان احرك الارتبورد بتاعي او مساحة العمل بتاعتي. هاجي كده على الاليبس او حرف ال من الكيبورد واضغط برضو كده اسحب. شايف طبعا المربع اللي في الوسط ده او الخطوط المتقاطعه اللي في الوسط ده ديت اللي هي البنك دي او البامبي دي تمام. هي كده بتقول لك ان الدايره دي مظبوطه قطرها مظبوط 100%. دي حاجه اسمها سمارت جايد اللي هي بتبين لك انت شغال مظبوط ولا لا. يعني كده انا مش مظبوط كده ايوه، اول ما يظهر معايا كده انا الدايره دي قطرها مظبوط 100% ان هي دايره. اصغر كده واجي اظبط خلاص من غير ما ادوس شيفت بتبقى مظبوطه معايا. لو انا عايز اعمل نسخه منها عليها بالظبط 100% ممكن اعمل كنترول سي كنترول اف هتجيبها لي عليها بالظبط. طب نعمل تراجع، ولا عملت كنترول سي كنترول في بتجيبها لك في مكان تاني غير اللي انت عامله. انا عايزهم على بعض بالظبط، بعمل كنترول سي كنترول اف خلاص هما كانوا على بعض بقى هما. لو جيت كده وكبرت شويه كده وجيت كده سحبت هتلاقي مكتوب كده بالبنك او مكتوب بالبامبي كلمه سنتر، يعني السنتر بتاعهم على بعض بالظبط. في طريقه تانية نعمل ديليت كده ومفيش الا واحده هنا معانا اهيت. لو
لو جينا ضغطنا الت وجينا في كلمه سنتر دي وضغطنا ضغطه وشيلنا ايدينا من على ده وعلى ده وسحبنا، هنلاقي واحده بالظبط عليه. لو جينا بصينا كده في الجنب هنا هنلاقي في كده دراع طالع او خط طالع كده وفي اخره دايره. الدايره ديت تقدر من خلالها ان انت لو ضغطت كده وسحبت كده تبدا تعمل معاك كده شكل كده ايه، كانه بق كده او ساعه مثلا او حاجه او قطعه جبنه مثلا، مثلث جبنه او قطعه من بيتزا. يعني برضو بتبدا تعمل انت اشكال من الدايره ديت برضو بطريقتك. ولو جبنا الدايره تاني برضو او حرف ال من الكيبورد هتبدا كده بالدايره كده مع الشيفت. عايز تعدل عليها برضو تقدر تجيب الدايركت سيلكشن او حرف الاي من الكيبورد وتيجي كده تحدد على اي نقطه من هنا من الارقام بتاعتك دي، تمام. وتبدا كده ايه تشتغل عليها بالشكل ده وتعمل الشكل اللي انت عايزه. تيجي كده على النقطه دي وتعمل كده حسب ما انت عايز بقى. ابدا ابدع، ورينا ابداعك يا نجم. تقدر تعمل انت اشكال اكتر من كده. نيجي بالشكل اللي بعده البوليجون. البوليجون ده اللي هو الشكل السداسي. برضو انا اقدر الف كده بارو كده والفه كده، لكن مع الشيفت بيبدا يجي لك بالظبط بالشكل ده. عايز ازود عدد الاضلاع وانا دايس كده وانا لسه برسم ما شلتش ايدي من على الماوس، اضغط على السهم اللي فوق يبدا يزود لي عدد الاضلاع. ابدا اضغط على السهم اللي تحت ينقص لي عدد الاضلاع. وصل مربع، وصل يبدا هو يزود خماسي سداسي ثماني زي ما انت شايف كده. انا عايز اخلي الزوايا بتاعه الاضلاع دي زوايا كيرف. بضغط هنا كده على السهم ده على النقطه دي كده، ببدا اخليها بالشكل ده كده. لو ضغطت الت وضغطت في المنطقه دي ضغطه واحده تبدا تجيب لي الاشكال الدائريه الكيرفات كلها لجوه بالشكل ده. تبدا كده انت ايه تبدل بين الاشكال وبعضها كده بالاسهم. برضو ان انت وانت شغال بالاشكال دي كلها تقدر تستخدم الالت والكنترول والشيفت والاسهم وتجرب وتضغط كده وتشوف هتطلع معاك الشكل عامل ايه، تمام. لان انا مش هينفع اقول لك كل حاجه يعني احنا بنقول لك الطريقه تستخدم الت مره، تستخدم كنترول مره، تستخدم شيفت مره. الاسهم اليمين والشمال فوق وتحت تبدا تبان معاك الاشكال بالشكل ده. لو ضغطنا الت وضغطنا دلوقتي ضغطه واحده هنا في الوسط هتبدا تجيب لك الشكل ده. ضغطنا ضغطه على الت وضغطه واحده في الوسط جابت لي دايره. يعني دي دلوقتي بقت دايره. لو ضغطت كده وسحبت لبره كده خلاص بقى شكل تاني. لو ضغطت الت كده وضغطت كده شكل تالت. فالدنيا مفتوحه معاك خالص والدنيا زي الفل. حاول انت بس ايه تجرب كل الاشكال اللي قدامك دي. نيجي بعد كده للستار تول. هنضغط على الستار ونبدا برضو ايه نعمل النجمه بتاعتنا. تبدا انت تلفها كده عادي، تجيبها كده عادي طالما انت مش دايس على الشيفت. تضغط على الشيفت كده تبدا تكبر وتصغر مظبوط. عايز تزود عدد اضلاع او عدد زوايا الستار او النجمه بالشكل ده كده تبدا تزود الاشكال كده بالسهم التاني لتحت. تبدا ان انت تقلل الشكل بتاعه بالشكل ده كده. ولو جينا كده احنا طبعا هنا دلوقتي مش شايفين النقط الدوائر البيضاء. لو دوسنا كنترول هتبدا تبان معاك الدوائر البيضاء اللي في الاركان دي، بحيث ان انت تخلي الزوايا بتاعه الشكل اللي قدامك ده تخليها ايه كيرفي كده. ولو جينا كده ممكن اجي من جنب واحد بس وابدا اعدل ضغطه واحده كده اهوت وابدا اعدل الشكل بتاعي. اضغط ضغطه واحده خلاص كده الشكل بتاعي شكل تاني خالص غير النجمه اللي احنا كنا شغالين عليها. واجيب النجمه تاني عادي وابدا اقلل منها كده كده كده. طبعا هي عامله لي مثلث بس المثلث مش مظبوط، تمام. بضغط كنترول وابدا ايه اظبط الشكل بتاعي كده مثلا كده بالشكل ده. دي النجمه برضو. لو جيت بالنجمه تاني ابدا ازود الاضلاع بتاعتها خلاص كده النجمه معايا. طبعا انت بتبدل بين اي اداه من الادوات معاك هنا. الاشكال دي كلها تدوس كنترول تبدا تجيب لك السلكشن تول او حرف الفي وتعدل وتمشي الحاجه وتحددها كده بالشكل ده. وانت دايس على الكنترول بيشتغل او بيعمل سويتش بينه وبين اي اداة تانية غير سيلكشن تول. لو عملنا كنترول ار هيجيب لنا المسطرة فوق افقية ورأسية. لو جينا كده ضغطنا هنا كده وسحبنا هتبدأ تجيب لك خطوط كده وهمية او جايد وهمي بحيث ان انت تشتغل عليه. لو انت عايز تعمل حاجة معينة مثلا بالجايد دي تبدأ تعمل كده وتيجي كده بالافقي برضو تعمل حاجات مثلا بتحدد لنفسك حاجات معينة تشتغل عليها اللوجو معين او شكل معين بالشكل ده. موجودة افقي وموجودة رأسي. طب انا عايز اشتغل حاجة كده سامبوكسة كده، يعني عايز اجي من الكورنر ده للكورنر ده اعمل ايه؟ يعني مفيش لاين هيجي لك كده او مفيش جايد هيجي لك كده. الجايد ده بيتشال ازاي؟ باجي كده منشط عليه
كله كده واعمل ديليت. خلاص كده. في عندي هنا اداه اللاين دي، لو ضغطت على اللاين ده وجيت هنا كده ضغطت ضغطه سحبت، وانا ضاغط سحبت كده ممكن تجيني هنا بالشكل ده. يبقى انا كده عملت جايد تمام بالشكل اللي انا عايزه. ممكن كده نيجي هنا ونعمل مثلا ستروك ونزوده شويه، يبقى انا عملت شكل معين مثلا. وممكن اجي هنا من الاسهم دي واغير في شكل، وانا اكبر شويه بحيث ان يبان معايا التاثير. اغير في شكل الايه اللاين بتاعي او الخط بتاعي كده مثلا. ممكن اغير شكله كده يبقى كانه حاجه كده ايه مثلا كده. نيجي بعد كده لاداه الارك تول. الارك تول بكل اختصار حاجه بتعمل كيرف كده. انت ممكن تعمل كده الشكل ده كده مثلا، واعمل معايا كيرف بالشكل ده او كده. فانا عايز ازود الكيرف ده من الاسهم ده كده. ممكن بالسهم اللي فوق تغير اتجاه الكيرف، السهم اللي تحت تغير اتجاه الكيرف. لو ضغطت الت هيبدا، بص اضغط الت كده وسيب. انت طبعا نقطه الارتكاز انت هنا موجوده، هنا الزرقاء دي هي دي نقطه الارتكاز بتاعه الخط بتاعك. انت لو ضغطت الالت هتبدا نقطه الارتكاز اللي انت ماسكها هي اللي نقطه الارتكاز، وتعمل بيه اشكال زي ما انت عايز. لو جينا كده مثلا حددنا على ده كده وجبنا الدايركت سيلكشن تول وضغطنا على الجزء ده كده، حددنا الجزء ده كده، تبدا انت تعمل بيه كيرفات خاصه بيك. انت تمسك الهاندل تبدا تعمل الكيرفات دي. برضه هنا كده عايز تعدل في الشكل تعمل كده، تجيبه كده تمام. يجي عندنا دلوقتي الراوند ريكتانجل، لو ضغطنا عليه هو نفس الحكايه، بس هو جاي جاهز بقى. الدوائر اللي هي الكيرفات اللي هي في الاركان دي جايه جاهزه، برضه تقدر تشتغل عليه نفس الحكايه نفس الشغل كده. لو ضغطت الت برضه كده هنا كده، بعد مثلا انت شلت كده وضغطت الت كده هتجيب لك برضه الاشكال بالشكل ده كده. ممكن تعمل منه الشكل نفس شغل الايه. لو ضغطت لو صغرت الجنب ده كده تعمل لك الشكل اللي انت شايفه ده كده. تبدا انت تتعامل مع الشكل كده. تقدر من خلال الاشكال دي انت تعمل حاجات كتير جدا جدا جدا. لو ضغطنا مثلا على الشكل ده، الاداه دي اسمها سبايرال تول. لو ضغطنا كده وسحبنا بتدينا الشكل ده، الشكل الحلزوني ده. طيب نلغيه كده، نعمل ديليت ونبدا نرسمه تاني كده. واحنا بنرسم كده كبرنا اهو، ممكن نلفه كده زي ما احنا عايزين. لو عملنا بالشيفت يبدا يكبر معاك كده ويصغر معاك كده من نفس المكان. طيب تمام. لو ضغطنا السهم لتحت تبدأ تنقص من عدد اللفات. لو ضغطنا السهم لفوق تزود اللفات بتاعتك، وانت كل ما تكبر تزود معاك اللفات بالشكل ده. تقدر من الاسهم برضو ان انت ايه تقلل عدد اللفات. طب انت لو ضغطت كنترول وانت بتسحب تبدأ تديلك الشكل الدائري ده. طب لو ضغطت بقى وانت ضغط على الكنترول ضغطت على السهم تبدأ تكمل لك من جوه. كل ما تضغط على الاسهم تبدأ تعمل لك كنافة حلويات يا معلم. تعمل الكنافه بتاعتك وظبط كده وببلغنا برضه وتسيب لنا حته. عايز تنقص بتنقص زي ما انت عايز. تبدا انت كده ايه تحرك بالاسهم كده تمام. وبالكنترول تبدا ايه تبعد بينهم، تسحب لبره كده تبعد بينهم وبين بعض بالشكل ده. وتقدر تستخدمه في اي تصميم برضه الطريقه اللي انت عايز. في اداه كمان ممكن نستخدمها معانا في النهارده برضه عشان ايه يبقى خلصنا على الاشكال. لو ضغطنا عليها كده وبدانا نسحب كده بالراحه واحده واحده هتبدا تدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب انا مش شايف الشكل كويس، بعمل كنترول اتش اضغط بره كده واجي بره كده. خلاص كنترول اتش كده ايه بتبدا ان هي تشيل لي البات اللي كان موجود قدامي ومش مخليني شايف الرسمه بتاعتي. طيب احنا لو شلناها خالص وجينا اخترناها وضغطنا ضغطه واحده زي اي اداه او اي شكل من الاشكال ده تدينا فلير تول اوبشن. هنا بيقول لك دايمتر اهو، الدايمتر بتاعنا تبدأ تعدل كده الشكل بتاعك. تيجي على الاوبستي تخففه شوية تزوده شوية تمام. تيجي هنا على الجروث كبر الشكل بتاع الجروث شوية. شوف الضبابية مثلا الفوزنس الشكل ده. البرايتنس اللمعان بتاع الشكل نفسه. هنا الريز عدد الأشعة اللي طالعة دي. انت ممكن كده تكتر من عدد الأشعة اللي طالعة دي أو الخطوط اللي طالعة دي. وتيجي هنا مثلا لونجست اللي هو طول الأشعة دي او الخيوط دي الطول بتاعها قد ايه، تقلله تطوله كده بالشكل ده. الباث تبدا بقى انت تشتغل كده، تعرف كل ما تشتغل تعمل حاجه تلاقيها قدامك بتغير معاك في التكوين بتاع الشكل. هنا الدايركشن اتجاه نفس الشعاع بتاعك او الشكل بتاعك تتغير في الاتجاه بتاعه. لو قلت اوكي يبان قدامك بالشكل ده. تبدا انت ايه تغير مكانه مثلا هنا بالشكل ده، تستفاد بيه في اي تصميم تاني. وهي دي فكره الفيلر تول. معانا دلوقتي الاشكال اللي قدامنا دي هنبدا ان احنا نطبق على اللي احنا عملناه في الفيديو بتاع النهارده. هنعمل الجزء ده
وانتوا هسيب لكم الجزء ده تعملوه تاسك النهارده ان شاء الله. ده تاسك النهارده. اول حاجه ابدا بالسهل الاول. هنبدا بالشكل ده مثلا. الشكل ده مكون من حاجتين. اول حاجه هنرسم الدايره. هنيجي كده بالدايره الاليبس ونعمل دايره كده مع الشيفت كده. تمام. الدايره زي الفل. طيب تمام. بس هي كده الفل هو اللي موجود والستروك مش موجود. لو جيت هنا كده هلاقي الفل فوق والستروك تحت. لو بدلت منهم هيديني الستروك اللي بره ومن جوه مفيش فل. الخط الاحمر ده معناه ان الفل مش موجود. عايز ابدل بين الفل وبين الستروك. بعمل شيفت اكس ابدا ابدل بين ده وبين ده. لو بصيت فوق كده هتلاقي الفل بينتقل من هنا لهنا والاكس والستروك بينتقل من هنا لهنا. حتى هنا برضو نفس الحكايه. تمام. احنا عايزين ستروك. تمام كده الستروك. عايز ازود الستروك باجي من هنا كده واضغط. خلاص كده انا زودت الستروك بتاعي. تمام. طيب انا عايز اعمل النص قوس ده او نص الدايره دي. ممكن اجيب المربع وابدا ارسم كده المربع بالشكل ده كده. اعمل مثلا مستطيل وابدا اسنترهم مع بعض كده. لو سحبت كده طبعا مفيش فل. لو سحبت من جوه هنا مش هتتحرك معايا. لازم اجي على الباص واسحب كده. لو عملت كده هلاقي في خط اهوت جاي من فوق لتحت. تمام. الخط ده بيقول لك ان انت كده ايه بمحاذاة الدايره. هقربها من فوق كده اضغط الت وبالسكرول ابدا اكبر على الشكل اللي انا عايزه واضغط على المسطره واعدل كده المكان قدامي كده عشان اقدر ان انا ارسم. انا عايز اعمل كيرف كده. بضغط على النقطه اللي جوه دي وبضغط على النقطه دي بس وانا ضاغط على الشيفت. يبقى انا كده حددتهم الاتنين مع بعض وابدا اسحب لتحت كده لتحت. خلاص كده جابت لي الشكل نص دايره كده. هبدا اعمله كده بالشكل ده. يبقى انا كده ايه رسمت الايقونه اللي قدامي دي او الشكل اللي قدامي ده بكل سهوله. ما خدتش وقت. لو جينا كده هنبص على الشكل ده. الشكل ده زي الشكل ده بالظبط. بس الشكل ده ناقص ضلع هنا. ازاي انقص الضلع من هنا؟ هنشط كده. طبعا انا لو مش منشط كده باجي كده واسحب. نشطهم الاتنين مع بعض واعمل منهم كوبي. اضغط الت واسحب الشكل ده. لو سحبت كده ابدا امشي في اي مكان. لكن لو ضغطت شيفت بمشي في الاتجاه ده كده بخط مستقيم بمحاذاة الرسمة الأولانية بتاعتي. اضغط كده واسيب. انا عايز اشيل الضلع ده. اشيله ازاي؟ باجي على الدايركت سيلكشن او حرف الاي من الكيبورد وانشط الضلع نفسه كده. اجي على الضلع كده وانشط واجي من لوحة المفاتيح واضغط ديليت. خلاص الموضوع خلص. بصوا برنامج الالستريتور ده برنامج المتعة والسهولة. انشط دول كده عشان اخلي اللون نفس الشكل ده كده. طبعا باجي هنا على اوبجكت وباجي على اكسباند واقول اوكي. كده بقت معايا فيلم. باجي هنا بالاي حرف الاي من لوحة المفاتيح او الكيبورد واضغط هنا. خلاص كده بقت كلها نفس بعضها. دي نفس الحكاية. لو جيت عليها من اوبجكت وبحولها لفيل. خلاص بالشكل ده. هنيجي نرسم الشكل ده. الشكل ده طبعا الدايرة معروف ازاي هتترسم. هجيب الدايرة حرف ال من الكيبورد واضغط كده واسحب. خلاص عملت الدايرة. طيب انا عندي هنا في هنا مربع بس من فوق واسع ومن تحت ضيق زي ما انت شايف كده. لو جينا كده بالالت وضغطنا سكرول كده هنبص هنلاقي هنا الاكتاف كبيرة والوسط رفيع. يعني معمول لها حاجة اسمها منظور. طيب نعملها ازاي بس عشان ايه يبقى عملي؟ نجيب المربع بتاعنا ونرسم مربع عادي مستطيل عادي كده واقف. واجي طبعا هنا الاكتاف هنا واخده الكيرف بتاعها. باجي هنا بضغط هنا ضغطة واجي بالشيفت اضغط هنا ضغطة واسحب كده سحبة بسيطة كده. بقت عندي الجزء ده هو اللي في كيرف والجزء ده ايه حاد. تمام. طيب وانا انشط دي كده وفي هنا الاداة دي اسمها فري ترانسفورم تول. اول ما اضغط عليها بتطلع لي بالشكل ده. الادوات بتاعتها بالشكل ده. انا اللي عايزه منها دلوقتي حاليا الاداة اللي اسمها برسبكتيف ديستورت او البرسبكتيف. لو ضغطت عليها ضغطة كده وجيت على اي نقطة من دول وضغطت عليها وسحبت لجوه كده هتديني الشكل بالمنظور ده. يعني دي بتعمل منظور. ممكن تعمل بيها كده وتعمل بيها كده. طيب انا عايز دلوقتي ان انا ادخلها لجوه كده. بدخلها لجوه. خلاص ابدا بقى ايه ارسم الدراعات وارسم الرجلين. باجي بالمستطيل برضو او بالمربع الرجلين كده واجيبها هنا كده. طيب تمام. بس احنا عندنا هنا الرجلين طالعه من هنا وجايه ايه لبره كده عامله مثلث. الرجلين عامل مثلث بينهم وبين بعض. ابدا استخدم الروتيت. ابدا اجيب الروتيت كده اضغط الت واسحب واسيب واجي اعمل كليك يمين وادوس على ترانسفورم
واجي على ريفلكت. لو ضغطت ريفلكت بيجيني هنا اختيارات، بيقول لك هوريزونتال ولا فيرتيكال. طبعا هي باينه قدامك هنا في البريفيو اهي ان هي هتيجي كده، فاحنا منشطين على الفيرتيكال، فهقول اوكي. ابدا انا اقربهم من بعض بالشكل ده، وابدا اصغر الجزء اللي بره ده اخليه يمشي مع الرجلين. اجي على البرسبكتيف تاني، اجي على فري ترانسفورم او حرف الاي من الكيبورد واضغط، بس اكون منشط الاول الجزء اللي انا عايز اعمله، اكون منشطه واضغط كده يبان لي الادوات بتاعته، واضغط على البرسبكتيف واجي هنا كده وابدا اجيبهم على بعض كده بالشكل ده. اول ما تزرق معايا كده اعرف ان هما كده بالظبط على بعض، بسيب كده عندي الراجل المتكتف ده تمام. واخد نسخة منها برضو تاني من الرجلين، الت واسحب واسيب، واجي ابص هنا الاقي في كيرف كده في الدراع من هنا، اجي اضغط هنا كده واضغط هنا كده وابدا اعمل الكيرف بتاعي كده بالشكل ده. اصغر طبعا الرجلين اكبر من الايدين، هبدا اصغر واعمل له روتيت. لو جيت بصيت فوق كده هلاقي الجزء ده حاد مش داخل مع الكتف، فاضغط كده على الدراع، هاجي كده هنا اضغط ضغطة واسحب كده واخد الت واسحب، كليك يمين ترانسفورم ريفليكشن فيرتيكال، يبقى اوكي خلاص كده تمام. اجيبها كده. طيب انا لو بصيت هنا هتلاقي الشخص من تحت هنا الخط بتاعه كده مستقيم. لو عملنا كده هنلاقي الخط هنا كده ايه مستقيم، ودي جايه كده ودي يعني حاجه مظبوطه قوي. فانا هاجي كده على الرسمه بتاعتي وابص عليها من تحت، اللي مش مظبوط عايزها ايه على خط مستقيم. يعني زي ما قلنا قبل كده كنترول ار بنستخدمها برضو في حاجات زي دي. لو جبناها هنا كده هنلاقي عايزين نجيبها هنا كده، نجيب النقطه دي هنا، نجيب النقطه دي هنا، يبقى بنستخدم الجايد ديت لحاجات زي كده. هناخد السهم الابيض وننشط النقطه دي لوحدها كده، النقطه دي بس، ونبدا نسحب كده، ننشط النقطه دي برضو ونسحب. هنيجي على الدراعات دي شكلها مش قصاد بعضها. لو عملنا برضو هنا الجايد كده هنلاقي واحده طالعه عن واحده، طبعا بنلغي بديليت، طبعا بننشط كده ونلغي بديليت الجايد بتاعنا. هننشط الدراع ده والدراع ده ونيجي على حاجه هنا اسمها الاين، ونيجي هنا على السنتر او من فوق، نخليها من فوق يبقى كده كلهم محاذاة بعض من فوق. طبعا احنا هنتكلم عن المحاذاة في فيديو ان شاء الله في خلال الكورس ان شاء الله. لو جيت كده بقى نشطت العنصر كله على بعضه وجيت سحبته كده مع الالت، طيب انا عندي هنا البرسبكتيف هنا غير هنا، هنا طبعا دي لابسه فستان يعني بنت. هاجي انشط الجزء ده كده تمام، وابدا اصغر الكتف لان كتف الست غير كتف الراجل طبعا. هاجي هنا على الفري ترانسفورم واضغط ضغطه واجي بالبرسبكتيف اوسع الجزء ده كده، واجي هنا كده اضيق الجزء ده بالشكل ده. بس انا عندي الدراع ده ابدا اعمل له روتيت كده بالشكل ده كده، طبعا اجي جنبه هيتحول معايا السهم كده وابدا اشتغل عليه، احطها كده. البالونه هجيب الدايره، ارسم الاليبس بتاعتي كده واجيب الدايركت سيلكشن او السهم الابيض وانشط النقطه دي كده او النقطه دي حسب ما انا عايز. انا عايز النقطه اللي تحت بنشطها كده وابدا اسحب كده. اجيب الارك تول اضغط ضغطه كده وابدا اسحب كده بالشكل ده كده 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 اي اتجاه. ممكن اعمل له روتيشن، كليك يمين ترانسفورم ريفلكت واقول له اوكي، واجيب الدايركت سيلكشن اول ما اضغط عليها كده واسحب هيجيب لي الدراعات اللي موجوده دي. هبدا انا اعدل بقى عليها. تقريبا كده احنا وصلنا لنهاية الرسمة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وفي نهاية كلامنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.